السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعيدة وفرح وهنا وبركة ورزق من عند الله ورضا كمان من عند الله. امين يا رب العالمين. النهاردة 6 رمضان. بصوا هيفات اسبوع، يعني اسبوع بيجري واحنا يعني بصوا مش عارفين نعمل حاجة، مش عارفين نعمل حاجة في ايه في الأذكار، في قراءة القرآن. يعني أنا وصلت كده، يعني على اللي أنا فيه ده كده قريت 3 أجزاء. تخيلوا. النهاردة إن شاء الله كده بعد ما أسجل الصوت ده وأسيب الفيديو حمل هقعد أكمل. ربنا يعيني ويقدرني. أنا نفسي والله العظيم إن أنا أختم القرآن، بس مشكلة ست البيت هي البيت والالتزامات والطلبات اللي بتنزل تجيبها وتنظيف البيت والمواعين اللي ما بتخلصش بقى. عايزه اقول لكم انا عندي غسالة اطباق بس ما بغسلش فيها. جانا بنتي هتتجنن مني، تقولي نفسي اعرف انتي مش بتريحي نفسك ليه؟ ما بتحطيش المواعين في غسالة الاطباق وتقعدي كده ست هانم كده معززه مكرمه، تعملي فنجان قهوه وتشربيه وتقعدي. فكنت نازله اصلي صلاه التراويح، فراحت ايه عملت ايه هي، حبت تريحني، فراحت جيت لقيتها بعد صلاة التراويح عايزة تشغل الغسالة، فلقيت المواعين كتير قوي وانا حاجة اغسلها بعد صلاة التراويح وكده. فالمهم راحت حطها في شطفت المواعين يعني، ونزلت بواقي الاكل اللي فيها وحطيتها في الغسالة. اما الباقي اللي هو بقى اللي هي الحاجات اللي ما بتخشش غسالة الاطباق دي غسلتها على ايديها. وجيت لقيت الحوض فاضي فاندهشت قوي واستغربت وفرحت قوي واتبسطت قوي، وساعتها خدتها بالحضن وقعدت ابوس فيها. لان نادرا جانا لما بتغسل مواعين، او يمكن ما بتغسلش مواعين. جانا لها في المطبخ واعمال الحلويات والاكل زيي، لكن تيجي عند غسيل مواعين وتقف. بس فلما دخلت لقيت المطبخ كده قلت ايه ده، معقوله ايه اللي انا فيه ده؟ بقيت مبسوطه وفرحانه قوي 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 قوي. بس فالمهم لقيتها بعد كده عملت ايه، مشغله الغساله، بس انا مش سامعه صوت غساله بتغسل. يا بنتي الغساله ما بتغسلش، ما بتعملش صوت. تقول لي دلوقتي هتعمل، هي ما بتعملش صوت دلوقتي. يا جانا في حاجه في الغساله؟ تقول لي لا يا ماما هي بتغسل. فالمهم انا بصيت كده في الغساله. النهارده يعني هكمل لكم موضوع الغساله، بس هقول لكم النهارده فطرنا ايه. الفطار النهارده فطار فندقي شويه. يعني ايه فندق؟ يعني فطار المطاعم شوية. ايه اللي بتعمليه يا دودو النهاردة؟ انا عاملة يا جماعة مضغوط، أكلة كويت سعودية، من الحاجات اللي جانا بتحبها. وطول ما احنا في السعودية ساعة العمرة السنة اللي فاتت زي الأيام دي، كنت أنا في العمرة أنا وجانا ومصطفى، أنا وولادي يعني. فكانوا كل شوية يطلبوا كبسة مضغوط، اللي هو طلبات بتاعت المحل مطعم البيك طبعا اللي بيعمل مسحب وبيعمل فراخ وحاجات كده يعني. فالمضغوط ده احنا بنحبه قوي، يمكن هو حاجة خفيفة واخف من الكبسة كمان. فهنا انا عملت حطيت التوابل وحطيت كل حاجة. والتوابل بقى ايه بقى، حطيت حبهان مطحون، حطيت كان عندي مستكة، حطيت ورق لورا، حطيت عود قرفة، حطيت ايه تاني، توابل فراخ. توابل كده بتيجي من عند عطار، توابل بتاعة الفراخ دي، وفلفل اسود. ورحت نازله بيهم كده بمعلقه سمنه كده وشويه زيت، وسبت الريحه تطلع كده. وبعد كده نزلت بالفراخ سبتها تتشوح، وبعد ما اتشوحت الفراخ رحت ايه نازله بيهم بميه من الكاتل سخنه. ولما الفراخ بتخش كده على السوا وتلاقيها خلاص يعني قربت تستوي، انا ببقى ناقعه بقى ايه نص كيلو رز بسمتي كده على قد انا والعيال. طبعا سواء كان كبسه او مضغوط، الأكلة دي اللي هي السعودية دي أو الخليجية ما ينفعش تتاكل من غير اللي هو الدقوس. الدقوس طبعا أكلة حلوة برضو، سوري، نوع من أنواع السلطات حلو جدا. بحط طماطم وبصل وتوم، طماطم وبصل وتوم وفلفل وبقدونس وشبت. طماطم وبصلاية صغيرة وتوم وبقدونس وشبت وفلفل. اصل بصراحة يا جماعة الكبسة او المضغوط ما يحلاش الا بالدقوس. زي التومية اللي بتتعمل جنب الشاورما.
هي نفس الحكاية. هنا بقى انا كنت ناقعه الرز بقى، نزلت بيه لما لقيت بقى الفراخ داخله على السوا بقى وبتستوي وحلوه بقى وخلاص، والشوربه بتاعتها دسمه وحلوه، اروح نازله بالرز. الرز بقى بيشرب من ميه الفراخ ومن التوابل والحاجات الجميله، وكان جميل جميل. الاكله جميله وخفيفه ومشبعه في الصيام وفي ايام الصيام. لكن هتقولي لي محشي وهنعمل طبيخ وهنسلق لحمه ونحط لحمه في الطبيخ، ولا نعمل رز وبتاع الاكل ده ما بقاش بصراحه العيال يقبلوا عليه، مش فاهمه ليه. يعني الواحد يطبخ ويقف ويسبك ويسلق ويعمل، وفي الاخر هم عايزين الاكلات السريعه الخفيفه الحلوه دي. السمبوسه، المضغوط، الكبسه، الكفته، المكرونه، الحاجات اللي هي السهله والسريعه الحلوه. وانا واحده كصايمه وعندي رمضان، يبقى ادور على السهل واعمله بقى. بس فعملت لهم الاكله دي. والسمبوسه طبعا لا تخلو سفرة من غير السمبوسة. كلنا دلوقتي بقى الشعب المصري بياكل سمبوسة، لدرجة ان احنا لما بنطلبها دلوقتي من السوبر ماركت مش بنلاقيها. وبعد ما كانت ب40 وبحاجة و30، دلوقتي بقت لفة السمبوسة ب70 وب80 جنيه. تخيلوا، من كتر ما الشعب المصري بقى كله بياكل سمبوسة. يلا هنعمل ايه بقى، كله هم اولادنا والجيل الجديد والسوشيال ميديا هي اللي فتحت عيالنا على الحاجات دي. بس والله العظيم انا بعملها من ايام ما كنت في الصعيد. بصراحه كنت بحبها قوي وكنت بحب اعملها، والعيال طلعوا بيحبوها برضه. انا عامله ميكس جبنه كيري على جبنه موتزاريلا، وبحشي بيها لان احنا مش بنحبها باللحمه قوي. بس والله صدقوا العيال طلبوها مني ان هم عايزين يجربوها باللحمه. على العموم انا عندي عزومه بكره، فممكن اعمل جزء بالجبنه وجزء باللحمه. فهي باللحمه بتبقى دسمه شويه، لكن الجبنه بتبقى جميله فيها. بس فعملت الدقوس وعملت السمبوسة وعملت المضغوط. فاضل العصير بقى. بس فموضوع بقى غسالة الأطباق، جت جانا غسالتها وانا اقعد استنى 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 انها تشتغل، ما بتشتغلش. ببص من ورا لقيت ايه، لقيت ان هي اصلا محبس المايه مش مفتوح لها، عشان كده هي ما بتسحبش ميه، عشان كده هي ما اشتغلتش. فروحت افتح محبس الميه. فانا عندي موتور لسه مركباه جديد، عشان عندي انا اخر دور جنب الخزانات بتاعه الميه. فاخر دور جنب خزانات الميه مش بينزلوا الميه قويه، بتنزلوا الميه ضعيفه، لان كل ما بينتن الميه بتنزل لتحت بتبقى قويه قوي لتحت. لكن اول دور جنب الخزان من فوق اللي هو اخر دور يعني مش بينزلوا ميه، الا ميه ضعيفه. فانا ركبت ايه، الخزان، سوري، ركبت موتور ركبت خزان مره واحده. بس بص الرز استوى بقى وكان داخل في استوى، وكان حاجة تحفة جميلة يعني. احنا برضو متعودين كل رمضان وساعات غير رمضان لما بنعمل سمبوسة لازم نعمل شوربة لسان عصفور. اتعودنا برضو عليها وبقت حاجة برضو أساسية على الفطار. فبرضو لازم حبة شوربة لسان عصفور. مصطفى ابني لو ما عملتش السمبوسة وما عملتش شوربة لسان العصفور يعمل احتجاج ويرفض ويعمل مشكلة ويوجع لي دماغي، وبعد ما اكون خلاص مش ناوي اعمل لسان العصفور يحكم عليا ان انا اعمله، وانا اكون خلاص خلصت الاكل وفنشت كل حاجة. فاعمل ايه، فانا من نفسي بعمله خلاص، هو سمبوسة ولسان عصفور. فالغسالة جيت شغلت الموتور المية وفتحت محبس المية بتاع الغسالة عشان الغسالة تشتغل، ولقيت حاجة بتضرب في الغسالة بتقول بوم. وبعدها لقيت الغسالة المية نزلت منها وغرقت لي المطبخ. حطها في المطبخ، ايه اللي حصل معرفش، في حاجة فرقعت فيها خلت المية بتطلع لبره واتطردت المية كلها لبره. كل ما افتح المية عشان الغسالة تشتغل، الغسالة تنزل المية لبره وتغرق لي الدنيا مية. قعدت يجي ساعة انشف في المية والمها. فقلت خلاص ابقى اتصل بالشركة بقى ويجوا يشوفوها. فمستنيه والله، لان من يوم ما نقلت الشقه الجديده وانا ما شغلتش غسالة الاطباق، فما اعرفش ايه اللي حصل فيها. او انا بقى ضغط الميه هو اللي فرقع حاجه فيها خلاها تعمل كده. فانا طبعا لازم اتصل بالشركه واشوف بقى الحكايه دي ايه، لان زي ما انتوا عارفين مواعين شهر رمضان كتير جدا، يعني اللهم بارك، يعني بسبب الاكل ما شاء الله انواع وكده. فغسيل المواعين بيبقى كتير، او المواعين بتبقى كتير بعد الفطور وبعد السحور. فهي ضروريه بقى الشهر ده. فانا هشوف الشركه عشان بصراحه
غسيل المواعين اكتر حاجه، يعني بقوم بالليل بعد الفطار بعمل، وبقوم الصبح بعمل اول حاجه. ف الله المستعان بقى. المهم صلوا على النبي يا جماعه، قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والكلمتين دول نسيت اقولهم في اول الفيديو. خلصت بقى كده السمبوسه قليتها، وعملت سلطه الدقوس، وعملت شوربه لسان عصفور، وعملت المضغوط. اخر حاجه بقى شويه بطاطس محمره جنب الاكل كده، لان الاكل ده ناقصه بطاطس محمره. واكل هو عيالنا بيحبوا الاكل ده. انا بصراحه اكل لذيذ، وشكل السفره بتبقى جميله على الاكل ده، لدرجه في العزومه اللي جايه ان شاء الله انا بفكر يعني الاكل يبقى كده، يعني سمبوسه وشوربه وحاجات خفيفه كده. مش هعمل لا محشي بقى ولا بط ولا مش عارفه ايه ولا الاصناف، يعني عايزه اعمل حاجات كده يعني زي نواشف كده يعني. فايه رايكم؟ ايه رايكم في الفكره بتاعتي؟ وقولوا لي النهارده ايه رايكم في فطار النهارده سادس يوم رمضان، وايه رايكم في شكل الاكل في الاخر لما تشوفوه. و... وزي ما قلت لكم صلوا على النبي كده، ونشوف بقى اخر الفيديو هنعمل ايه. هو هنعمل ايه اخر الفيديو؟ هنغرف الاكل وبعد كده هناكل الاكل ده. بس هو اتاكل بالهنا والشفا بصراحه يعني. بس عايزه اوريكم الاكلات اللي هي البسيطه الخفيفه دي قد ايه بتبقى جميله وبتبقى لذيذه، وعيالنا بيحبوها يعني. بس هنا بغرف بقى خلاص وايه، حطيت في الاطباق الجديده بتاعت الشوربه حطيت العصير، عملت عصير مانجا بقى. عندنا حد بيعمل صوبيا هنا في اسكندريه جميله جميله جميله. رحت اشتري منه قبل الفطار بساعه، لقيت الشارع اللي هو واقف فيه مسدود من كتر الناس وكتر العربيات اللي واقفه. ربنا انقذني، طلع لي حاج كده راجل كبير تقريبا هو اللي بيخدم على العربيات، فجالي في العربيه قال لي ما تنزليش، خليكي زي ما انت، واللي انت عايزاه انا هجيبهولك لحد عندك. وجاب لي الصوبيا، خدت ازازتين، قلت تكفيني النهارده وبكره. خدت ازازتين صوبيا وازازه تمر، بس حاجته تحفه تحفه تحفه. مهما تعملوا الصوبيا في البيت مش هتطلع زي الراجل ده. ولا تقولي لي بقى محل عصاير بتاع مش عارفة الحلبي، ولا مش عارفة بتاع عصير أمال ولا خروب أمال. لا، هو بيعمل عصير مختلف غير كل المحلات، وهي عربية صغيرة في حتة أرض فاضية كده على أول شارع. وشارع إيه يعني؟ شارع مش يعني شارع جانبي كده، بس الناس كلها بتروح له. بصوا كده، خلصت الاكل بسم الله ما شاء الله. الاكل كان جميل وكان تحفه، وما خدش في ايدي وقت، وكل حاجه تمت على خير، والفراخ طالعه مستويه، والرز طالع مفلفل وحلو، وسمبوسه مقرمشه كده وجميله مع الشوربه مع عصير المانجا، وبسم الله ما شاء الله كان الاكل حلو بصراحه. عشان كده حبيت اصوره لكم يعني. والرز طلع حلو. نشيل بقى العيدان بتاعه القرفة والحبهان بقى، ورق اللورة والحاجات دي نشيلها من الرز كده عشان ما تضايقش حد، ونغرف الرز. وكده كان فيديو النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واخدتوا منه افكار حلوة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو من عندكم. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. بصوا ابني بيشد السمبوسة مش قادر يصبر. يا ابني استنى انا بصور. لا انت خلصتي صورتي دي هاتيها. روحوا حياته دي روحوا حياته السمبوسة. بيتخانق هو واخته كل يوم على السمبوسه دي. اقسم بالله انت خدتي كام واحده وانا هاخد كام؟ انت تاخدي كام وانا هاخد كام؟ اقول لهم خلاص كلوا انتوا، انا مش عايزه، خدوا نايبي، انا مش هاكل، اديها نايبي مش مشكله. يقول لي لا، انا لما اشتري لي لفه سمبوسه لوحدي يا ماما عشان انا اكلها لوحدي، هي ما تاكلش منها. وهي جابت ولفت عشان تاخدها معايا السكن في الجامعه، جابت يعني لفه سمبوسه لوحدها وعملتها، وقالت هاخدها معايا عشان اطلع هناك واقلي منها على طول. باي باي.